مساء الخير عليكم. النهاردة حكايتنا عن شارع وميدان في القاهرة الخديوية اللي بناها الخديوي إسماعيل. الشارع والميدان دول نقطة تواصل ما بين القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. الشارع هو شارع عبد العزيز، والميدان هو ميدان العتبة الخضراء اللي حاليا ميدان العتبة. هنتكلم عن الاتنين. نبتدي بشارع عبد العزيز. شارع عبد العزيز نقطة الوصل ما بين شارع سليمان باشا أو شارع الجمهورية حاليا بالتحديد من عند سرايا عابدين لحد ميدان العتبة الخضراء أو ميدان العتبة حاليا. وطبعا من أشهر الشوارع اللي بتتقاطع معاه هما شارع الأمير فاروق اللي هو شارع الجيش، وشارع الموسكي، وشارع الأزهر، يعني ملتقى بين القديم والجديد، الفاطمي والخديوي. الشارع ده كان زمان كان عبارة عن مقابر وأرض خربة. طبعا الخديوي نقل المقابر ديا وصلح الأرض وبنى شارع جميل وأنيق لعدة أسباب، منها أنه هو يسهل التواصل ما بين القاهرة الخديوية والفاطمية، وكمان يسهل الانتقال لقصره، وكمان يبقى هدية أو مجاملة أو تكريم للسلطان العثماني عبد العزيز لما يجي مصر. وعلشان يسهل التواصل ما بين القاهرتين عمل ترولي يوصل بين الاتنين ويمشي لحد قصره، وتسمى بشارع الترولي. الناس سمته بشارع الترولي، لكن هو اسمه الرسمي شارع عبد العزيز. واحنا ماشيين في شارع عبد العزيز هنشوف مبنى اللي فيه عمر افندي. شارع عبد العزيز دون من اقدم فروع عمر افندي زمان، والمبنى دون مبني بالطراز الاوروبي بالستايل الاوروبي، مبنى جميل وحلو. هنخلص المشي في شارع عبد العزيز لحد ما نوصل تحديدا عند ميدان العتبة. الحتة دي كانت زمان مليانة بفنادق شعبية، وكان طبعا جنب الفنادق دي قهاوي. القهاوي دي كانت بتخدم النزلاء الفنادق دي، والقهوة دي كان من أشهر القهاوي فيها كان قهوة اسمها قهوة البوسطة، اللي هي بعد كده بقى اسمها قهوة متاتيا. دي قعد فيها كتير من رموز الأدب والفن والسياسة. من أشهر اللي قعد فيها ومن أشهر الأسامي اللي قعدت فيها محمد عبده الأفغاني، سعد زغلول، محمود سامي البارودي، إبراهيم الهلباوي، إبراهيم المويرحي، وأديب إسحاق، ويعقوب صنوع، وعبد الله النديم. وبالمناسبة حصلت فيها قصة إن الأفغاني اتقبض عليه في القهوة دي واترحل برا مصر أو اتنفى للهند في أيام الخديوي توفيق. نيجي بقى نتكلم عن ميدان العتبة الخضراء أو ميدان العتبة. هو في الأصل كان شارع بيبتدي من شارع الموسكي، واتعرف بالاسم دون لأن كان في سرايا اسمها سراية العتبة الخضراء موجودة فيها. السرايا دي كان أصلها دار الحاج محمد الدادة الشرايبي، اللي كان له جامع معروف اسمه جامع البكري. المهم الدار دي كانت معروفة باسم الثلاثة ولاية. الدار دي امتلكها بعد محمد الدادة، امتلكها الأمير رضوان كتخودة الجلفي وجددها، وبعد كده امتلكها محمد بيك أبو الدهب لما كان متجوز بمحظية رضوان كتخودة، وبعدين امتلكها بعد كده الأمير طاهر باشا وهنحكي قصته بعدين، وبعدين امتلكها الأمير طاهر اللي خد النظارة في فترة طويلة،
وابتدت بقى ايه الناس تورثها، ورثة طاهر دون يورثوها لحد ما اشتراها عباس باشا، وهدها ووسعها وعمل فيها قصر جميل حواليه جناين من كل حتة، واداها لوالدته وفضلت لحد زمن الخديوي اسماعيل اللي قطع جزء كبير من الجنينة وضمها لجنينة وميدان الأزبكية. وبعدين القصر دون بقى مقر المحكمة المختلطة، ملحقاته بقى ايه راحت للبوليس والبوسطة ومبنى البوسطة. وبالمناسبة طاهر باشا اللي احنا قلنا قصته ان هو كان من واحد من املاك الدار او من املاك القصر اللي فيه اللي هو بعد كده يعني العتبة الخضراء، قصر العتبة الخضراء. طاهر باشا ده ايه كان محافظ على مصر لعدة سنين. لما ضعفت الولاة ايام المماليك راح هو ايه قفز على السلطة. كانت نهايته إن واحد من العسكر الإنكشارية قطع راسه وأتباعه اتقتلوا، ودون يعتبر أقصر واحد حكم مصر 16 يوم بس. وفي الميدان دون العتبة الخضراء كان موجود جامع وحمام كانوا يرجعوا للأمير أزبك، وكان في مباني كتير اتزالت معاهم، زالهم الخديوي إسماعيل لما عمل الشارع والأوبرا. ورفات أسبك بعد ما الجامع اتهد لأنه هو كان مدفون فيه اتنقل لضريح اتعمل في تقاطع شارع عبد العزيز وشارع العشماوي، واتبنى عليه جامع معروف بجامع العظام. اتسمى بالاسم دون علشان العظام والجماجم اللي اتدفنت فيه كانت كتير، والجامع ده موجود لحد دلوقتي. وبكده نكون خلصنا حدودة الشارع والميدان، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.